امرأة أسمي هذه المرأة امرأة فيها من الطهارة والنقاء ما فيها، قصة لطهارة ونقاء. سوف أذكر لك هذه القصة ولكن بأسلوب أدبي. اليوم معنا هذه القصة لكن بصيغة شعر وأدب، لن أنثرها نثرا بل أحكيها شعرا. فاسمع يا رعاك الله إلى قصة امرأة خدعها الشيطان، ضعفت نفسها. امرأة ضعفت نفسها فوقعت في الحرام، وقعت في الفاحشة، وقعت في الذنب العظيم، في ذنب كبير. ندمت، احترقت ندما، ملت حياتها. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ فعلت الجرم العظيم، فعلت الفاحشة. يا ويلي لما صنعت هذا؟ كيف فعلت هذا؟ يا ويلي كيف تجرأت؟ كيف تجرأت وقعت في الفاحشة؟ والمصيبة الكبرى أنها تعيش في عصر النبوة والنبي عليه الصلاة والسلام بيننا. فعلت هذا ورسول الله بيننا يدعونا إلى الخير ويقرأ بيننا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ندمت، تقطع قلبها. ماذا تفعل؟ سوف أذهب إليه. لا تذهبين. الشيطان يقول لها لا تذهبين، وهي تقول لا، سوف أذهب، سوف أجلس بين يدي الحبيب، سوف أعترف له بما صنعت. لا، ماذا تفعلين؟ أجننت؟ سوف يقتلونك. عقوبتك أنت متزوجة وزنيت، سوف ترجمين بالحجارة. لا يا فلانة، لا يا فلانة تفعلي. لا، بل سوف أفعل. لا أتحمل، النار تضطرم في صدري في قلبي. سوف أذهب إليه وأعترف بين يديه. تعترف بين يدي من؟ تفتح يدها عند من؟ عند حبيبها، عند صاحب الرحمة، عند محمد عليه الصلاة والسلام. نعم إنها فضيحة، نعم سوف تقتل، نعم سوف تذبح، لكنها لا تتحمل أن تسكت. ما أتحمل السكوت والصمت. سوف آتي إليه وأعترف له بالخطأ. جاءت إليه ونار الجوف تستعر، ودمعة العين لا تنفك تنهمر. جاءت إليه تجر الهم مخبتة، كأنها أشعث أضنابه السفر. فراشها السهد والأحزان كسوتها، والبؤس يعصر قلبا كاد ينفطر. جاءت إليه وموج الغم ملتطم، والنفس لهفا وحبل السعد منبتر. جاءت إلى الرحمة المسداة في لهف، وفي ساحة الأمن لا ذل ولا خطر. الحد يدرأ والأحكام عادلة، والذنب مغتفر والعرض مختفر. تقدمت والضمير الحي يشهدها، لجنة نحوها الأرواح تبتدر. واستجمعت تفضح الأسرار في أسف، لعلها في مقام العرض تستتر. وهج الفضيحة أمر يستهان به، فحرقة الجوف لا تبقي ولا تذر. تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتأتي تقول: يا رسول الله، ودموعها تنهمر والقلب يضطرم. قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: يا رسول الله، زنيت. ماذا؟ زنيت. فصد عنها النبي عليه الصلاة والسلام، صد عنها. استغفر الله، ماذا تقولين؟ قالت: يا رسول الله، زنيت. لعلك لم تزني، لعلك لم تفعلي. يصد عنها النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله زنيت، والله فعلت. والنبي يصد وهي تصر، والنبي يصد وهي تصر. فأقبلت ورسول الله في حلق من صحبه، وفؤاد الدهر مفتخر. فأفصحت يا لهول الخطب وانفجرت، وطالما هدها الإطراق والفكر. قالت له: يا رسول الله معذرة، قالت له: يا رسول الله معذرة، ينوء ظهري بذنب كيف يغتفر.
فجال عنها وأغضى عن مقالتها، وللتمعر في تقطيبه أثر. واسترسلت يا أجل الخلق قاطبة، يا أرحم الناس طرا غرني الغرر. فجال عنها وأغضى عن مقالتها رحما، وللعفو في إعراضه صور. قالت وللصدق في إقرارها شجن، والصمت يطبق والأحداث تختصر. أصبت حدا فطهر مهجة ثنيت، وشاهدي في الحشاء إن كذب الخبر. دعني أجود بنفس لا قرار لها، فالنفس مذ ذاك لا تنفك يحتضر. حرارة الذنب في الوجدان لاعجة، إني إلى الله جئت اليوم أعتذر. ردها النبي: لعلك ما زنيت. بل والله زنيت يا رسول الله، لعلك قبلت، لعلك فعلت. يريد أن يدرأ الحدود، لا كما يفعل بعض الدعاة اليوم، يتمنى أن يقتل الناس على ذنب وقعوا فيه، يتمنى أن يفضحهم. لما؟ الأصل الستر، الأصل لعلك ولعلك ولعلك. ادرأ الحدود بالشبهات. وهي تصر، قالت: أنا حامل يا رسول الله، حامل بالحرام، جنيني في بطني. قال اذهبي، لعلها تغير رأيها، لعلها يتبدل أمرها، لعلها تنسى الأمر. 9 شهور حتى تلد، يعني الأمر طويل، لعلها لا ترجع مرة أخرى. انظروا إلى رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. رجعت إلى بيتها ودخلت في غرفتها تنتظر ولادها. تعرفون لما؟ حتى يطهرها الحد. لا زالت مصرة، شهور تمضي، شهور وهي تتألم وتتحسر، لم تهنأ لا بليل ولا بنهار. كل أم في بطنها جنين تنتظر الولادة لتفرح، تنتظر يوم البشارة، إلا هذه الأم فإنها تنتظر يوم موتها ويوم إقامة الحد عليها. لا يعرف الطفل ماذا سيحصل إذا خرج. فقال عودي، النبي يرجعها عليه الصلاة والسلام، فقال عودي وكوني للجنين تقى، فللجنين حقوق ما لها وزر. فاسترجعت وامتنت شعثاء شاردة، فهل لها فوق نار الوزر مصطبر. ما أودعت سجن سجان وكافلها، تقوى الإله فلا سوط ولا أسر. تغص في كل ليل حالك قلقا، وعندها سامراها الهم والسهر. واغتالها غائل الإشفاق من سقر، سبحان ربي وما أدراك ما سقر. لم تنتظر قرة للعين أو سندا، وإنما هو حتف الروح تنتظر. لكل ميلاد أنثى فرحة ورضا، وما لميلادها سعد ولا بشر. حتى إذا حان حين وانقضى أجل، وقد تقرح منها الخد والبصر. حل المخاض فهاجت كل هائجة، مثل الأسير انتشى والقيد ينكسر. ولدت وكأنها أسير قد انكسر قيده. ولدت ولكنها تفرح لأن الحد سيقام عليها. تعرفون أي حد؟ ستحفر لها حفرة وتقتل. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الرضيع، لفته في قماش، لا زالت في نفاسها ولكنها قامت أول ما ولدت، أسرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هذا طفلي وقد حل أجلي، خلاص الآن يا رسول الله طهرني، الآن يا رسول الله أقم علي الحد، الآن اقتلني يا رسول الله، اقتلني بالحجارة، فأنا لا أستحق الحياة. لكنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: ارجعي. ماذا؟ لما أرجع؟ هذا الدليل خلاص. قال: ارجعي. كيف أرجع؟ أريد أن تطهرني. قال: ارجعي. لتصر والرسول يرجعها. قال: ارجعي حتى تفطميه، ربما ترجع عن رأيها، ربما تغير كلامها، ربما تستر نفسها. قال: ارجعي. جاءت بالطفل فيرجعها النبي، طوت عليه لفاف البين وانطلقت،
فروحها للقاء الطهر تستعر. تغشى حياض الموت مشفقة إذا اعترى المذنبين الأمن والخدر. وأقبلت يا رسول الله ذا أجلي، قال العناء وكسري ليس ينجبر. فقال قولك إشفاق ومرحمة، والقلب منكسر والدمع ينهمر. غد الوليد إلى سن الفطام، فقد جرت له بالحقوق الآي والسور. فاسترجعت ولها آهات محتسب، بمهجة غيرت وجدانها الغير. هل ستذهب وتغير رأيها؟ الآن 9 شهور مضت، سوف تذهب وترجع بعد سنة أخرى. هل ستضعف وتقل حرارة التوبة؟ هل ستركن النفس إلى هذه الدنيا وتغير كلامها ورأيها، أم لا زالت مصرة؟ هل ستبقى حرارة الندم والتوبة في قلبها؟